لو رجع بيا الزمن 5 سنين في 3 حاجات ندمت ان انا ما عملتهمش و3 حاجات ما ندمتش عليهم، ولو رجع بيا الزمن هعملهم تاني. اول حاجه ندمت ان انا ما عملتهاش هو اللغه، ان انا ما اتعلمتش او ما ايقنتش لغه. مش هقول لك ان اللغه هي اهم حاجه في الدنيا او انك من غيرها مثلا مش هتشتغل او مش هتسافر، بس هتندم انت ما اتعلمتش لغه، عشان اللغه هتديك فرص سفر احسن، فرص شغل احسن، مجرد بس ان انت معاك لغه. مش لغه اللي هو انت بتحفظ كلمات وبتقعد ترصها، لا، لغه انك بتعرف تتكلم صح قوي وتسمع وتفهم، دي مهمه جدا. تاني حاجه لو رجع بيا الزمن 5 سنين ندمت ان انا ما عملتهاش هو ان انا ما فتحتش مشروعي اللي كان نفسي فيه. في مشروع كنت بحلم ان انا افتح المشروع دوت، كنت حرفيا بفكر وبعمل وبقسم كل حاجه في حياتي على اساس ان انا خلاص فتحت المشروع دوت. بس جيت في وقت كده قلت لا، مش وقته، انا هستنى شويه ولما اتخرج اعمل كل اللي نفسي فيه. دي كانت اكبر غلطه في حياتي. كنتش اعرف ان لما اتخرج الشغف بتاعي هيحركني لحاجات تانية خالص، ما عادش هيبقى عندي شغف لنفس الحاجه اللي كانت عندي في الوقت ده. هبدا ابص للدنيا بشكل منطقي اكتر، هبدا ابص للدنيا بشكل اللي هو محتاجين نشتغل شغلانه ثابته عشان مش عارف ايه. فاهم؟ نظرتك للدنيا بتتغير، يبدأ يبقى عندك أولويات تانية وأهميات تانية وحاجات تانية بتجري وراها، فدي بتخليك اللي هو مش كل حاجة ينفع تعملها بعد ما تتخرج. الفرصة بتاعت الريسك اللي هو ينجح ما ينجحش اللي كانت عندي حاليا للأسف ما عادتش عندي. تالت حاجة هعملها لو رجع بيا الزمن 5 سنين وندمت إن أنا ما عملتهاش، إن أنا مش هفكر في كل حاجة، مش هقعد احسب لكل حاجه اكتر من اللازم. كنت هسيب كل حاجه تمشي زي ما ربنا عايز، هعمل بس اللي عليا وهاخد بالمعطيات اللي في ايدي وهسيب كل حاجه تمشي، ومن عند ربنا بقى ربنا ييسرها، لان هو كده ولا كده في الاخر هيمشي. يعني هو انت سواء اردت او ما اردتش، هو اللي ربنا عايزه هيمشي. مهما انت قعدت تحسب لها، مهما قعدت تفكر لها، مهما قعدت تعمل كل حاجه، اللي ربنا عايزه هيمشي هيمشي. دول بقى ال3 حاجات اللي ما ندمتش عليهم، ولو رجع بيا الزمن 5 سنين كمان هعملهم تاني. اول حاجه، ومش عارف ازاي بقول كده، اني دخلت هندسه. انا ما كنتش متخيل ان ممكن في يوم من الايام اقول ان انا مش ندمان ان انا دخلت هندسه. خلينا نتكلم بعيدا عن فرص العمل وبعيدا عن عبث سوق العمل وبعيدا عن كل الكلام ده، وانك محتاج بعد ما تتخرج تقعد مثلا تاخد كورسات، فاهم، 5 6 7 سنين عشان تشتغل في مكان كويس او بمرتب كويس. بس هندسه علمتك ازاي تفكر. ازاي تفكر دي حاجه كبيره جدا. حته ان انت يحصل لك مشكله فتعرف ازاي انك تاخد المشكله تدخلها على دماغك، تطلع كل الحلول اللي قدامك وتختار افضل حل عندك وتبدا انت تمشي عليه. تفكير هندسه ده، فاهم، مش هتعرف تلاقيه في حته تانية. يعني تفكير معين كده، الناس اللي في هندسه او الناس اللي عدت او الناس اللي دخلت الحتت ديت فاهمه يعني ايه تفكير هندسه. تحس ان انت عندك تفكير تاني كده، اي حاجه عندك في الدنيا لها حل، مهما كنت زي كده فاشل، مهما كنت مش عارف ايه، مهما كنت ايه. بس هندسه هي اسلوب حياه، اسلوب تفكير، مش اكتر. فبصراحه انا مش ندمان ان انا دخلت هندسه. تاني حاجه مش ندمان عليها هو المواقف اللي عديت بيها، الناس اللي عرفتها، كل حاجه عديت بيها في حياتي مش ندمان على اي حاجه فيها. ان اي حاجه او اي حد اتعرفت عليه او اي حاجه عديت بيها، الحاجات دي كلها ادتك خبره في حياتك، خلتك ان انت تتعلم تفكر، خلتك تاخد خبره في حياتك لحاجات ان شاء الله تانية قدام. فدي حاجات عمري ما اندم عليها. يعني انت مثلا لو ما كنتش وقعت في الحفره دي قبل كده، ما كنتش هتتعلم ان المره اللي بعدها تعدي من جنبها، مش لازم تعدي من فوقها، فاهم؟ تالت حاجة مش ندمان عليها ولو رجع بيا الزمن 5 سنين لورا هعملها تاني، هو ان انا ما اهتمش برأي حد. انا عشت وشفت ناس رأيها بيتغير فيك على حسب مصالحهم، على حسب انت هتخدمني في المصلحة بتاعتي ولا لا. وانت قول لي لو رجع بيك الزمن 5 سنين هتعمل ايه؟